اهلا بيكم في كروشيه الهوانم، اتمنى تكونوا بالف خير. النهارده ان شاء الله انا هعمل الغرزه الجميله دي. اتمنى يا رب انها تعجبكم. الغرزه جميله جدا. الغرزه سميكه شويه زي ما انتم شايفين كده. ده ظهر الغرزه. سهله جدا وبسيطه. الحلو ان انتوا تقدروا تعملوا بالكوفيه دي مثلا، سوري، بالغرزه دي تعملوا بيها كوفيه او سكارف. مش محتاجه ان انتوا تعملوا لها مجوز عشان هي الغرزه سميكه شويه. انا اشتغلتها بملايا ايفاردي. هوريكم ازاي نشتغلها. فالحلو في الغرزة دي كمان ان انتوا بتقدروا تعملوها بأي عدد انتوا عايزينه. هنقول بسم الله وهنبدأ. اي عدد، اي عدد من السلاسل بتبدأوا عادي خالص. يعني هكتفي بالجزء ده. في السطر اللي بعده بدخل في الغرزة التانية واشتغل على طول غرزة حشو. في الغرزة اللي بعدها اسحب الخيط والف واطلع بالحلقتين، اطلع غرزة حشو. في كل غرزة هشتغل غرزة حشو لحد لما اخلص السطر كله. حلقتين على الابرة، الف واطلع من الحلقتين غرزة حشو. انا هنا خلصت سطر الحشو. بالنسبة للسطر الجاي هرتفع 4 سلسلة. هلف الشغل، هلف الخيط على الابرة واجي في الغرزة التانية من الابرة، هدخل اسحب الخيط، هلف الخيط تاني على الابرة وادخل اسحب الخيط، الف كمان مرة في الغرزة الرابعة، ادخل اسحب الخيط. هتلاقوا كده معاكم على الحلقة 1 2 3 4 5 6 7. وهاجي في الغرزة التانية هدخل واسحب الخيط 8 حلقات على الابرة. الف واطلع من اول 3 حلقات مع بعض، الف واطلع من تاني 3 حلقات، 3 حلقات، اخر حلقتين. هيديكوا الشكل ده. بعد كده هرجع الف الخيط على الابره. شايفين اول مجموعه اهم تاني. فبين المجموعه والمجموعه 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 هلف الخيط الاول على الابره. ادي المجموعه الاولى وادي المجموعه التانية، ما بينهم هنا هسحب الخيط، الف تاني الخيط على الابره وادخل بين المجموعتين اللي بعديهم اسحب الخيط. هلف كمان مره بعد المجموعه الاخيره هنا اسحب الخيط. هتلاقوا عندكم 1 2 3 4 5 6 7. وهاجي في غرزة الحشو اللي عليها الدور هدخل اسحب الخيط، الف واطلع من اول 3 حلقات، تاني 3 حلقات، 3 حلقات، اخر حلقتين زي ما انتوا شايفين كده. بس الغرزة شكلها حلو جدا. هنرجع نكرر. هلف الخيط على الابرة، ادي المجموعة وادي المجموعة، في النص ما بينهم كده اسحب 1 2 3. وعندي الغرزة اللي عليها الدور هدخل اسحب الخيط 8 حلقات على الابرة، الف واطلع من كل 3 حلقات مع بعض، اخر حلقتين. تاني هلف الخيط على الابرة بين اول مجموعتين، تاني تاني مجموعتين، الف تاني، ودي اخر فراغ عندي هنا. هدخل تاني واجي في الغرزة اللي عليها الدور ادخل واسحب اول 3 حلقات، تاني 3 حلقات، 3 حلقات، اخر حلقتين. بصوا الغرزة شكلها حلو ازاي. كمان مرة اهو، 1 الف تاني، 2 هلف تاني، 3. بعد كده على طول الغرزة اللي في الحشو بدخل على طول اسحب الخيط، اول 3 حلقات، تاني 3 حلقات، 3 حلقات، اخر حلقتين. بصوا الغرزة
نعمل واحدة كمان مع بعض. اول فراغين، تاني فراغين، تالت فراغين، اجي في الغرزة اللي عليها الدور اسحب واطلع، وبكمل بقى بنفس الطريقة كده لحد اخر السطر. هنا انا وصلت لاخر السطر زي ما انتوا شايفين. بصوا الغرزة جميلة جدا. هاجي بقى اخر غرزة في السطر هشتغل برضو بنفس الطريقة، وهاجي في الغرزة الاخيرة هنا هدخل كده، دي اخر غرزة في السطر. وكده انا خلصت اخر غرزة في السطر. طيب بالنسبة للسطر الجاي برتفع سلسلة، هلف الشغل وباجي في اول غرزة واشتغل غرزة حشو، في كل غرزة هشتغل غرزة حشو. بصوا الغرزة زي ما قلت لكم فيها بروز. السطر الجاي بعيد نفس السطر اللي فات، برتفع 4 سلسلة، بلف الشغل، هلف الخيط على الإبرة وفي الغرزة التانية على طول ادي اول لفة، الغرزة اللي بعدها، الغرزة اللي بعدها، بعد كده في الغرزة التانية بدخل والف واطلع من اول 3 حلقات، تاني 3 حلقات، 3 حلقات، اخر حلقتين. بكرر تاني، الف الخيط على الابرة واجي برضو بين اول مجموعتين كمان مرة، كمان مرة، وبعدين في الغرزة اللي عليها الدور على طول ارجع تاني بنفس الطريقة. كمان مرة، ادي 1 2 3، والغرزة اللي عليها الدور نفس الطريقة، زي ما انتوا شايفين كده، وبتكملوا بنفس الطريقة لحد اخر السطر وترجعوا تاني تشتغلوا سطر حشو وتفضلوا شغالين بنفس الطريقة. نفس الطريقة كده زي ما انتوا شايفين اهو. ادي الغرزة، شايفين الغرزة حلوة جدا، وتقدروا تعملوها بحاجات كتير كمان، تقدروا تعملوا منها بطانية بيبي جميلة زي ما انتوا شايفين الغرزة عاملة ازاي، سواء اشتغلتوها بالطول او بالعرض. القطعة سهل جدا التحكم فيها. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم، اتمنى تكون الغرزة عجبتكم، واستنوني في فيديوهات تاني ان شاء الله.